احتفلت مصر منذ أيام خلال الأيام القليلة الماضية باليوم العالمي لمكافحة الفساد. وطبعا نظمت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير حسن عبد الشافي أحمد وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ماراثونات للرياضة بكافة محافظات مصر انطلقت في غالبية محافظات مصر لمكافحة الفساد. ومصر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يعطي أولوية قصوى لمكافحة الفساد في كافة أجهزة الدولة، الفساد في المحليات، الفساد في الأجهزة في الجهاز الإداري للدولة سواء كان في المحليات في الوزارات. واحنا شفنا ان الرقابة الإدارية عملت خبطات غير مسبوقة خلال هذا العام، حيث تم إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، إلقاء القبض على رئيس حي مصر القديمة، القبض على 3 من قيادات شركة مصر للغزل متلبسين أو متهمين برشوة، وغيرها من القضايا العديدة، بحيث تقوم الرقابة يعني رجال الرقابة الإدارية بضبط سلع وأغذية ومنتجات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، سواء أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية للسلعة. وشايفين إن يعني في مصر الدولة بتواجه الفساد على العديد من المحاور. أولا من بين هذه المحاور محور سن تشريعات جديدة تتناسب مع مكافحة الفساد لوضع حد للفساد في الجهاز الإداري للدولة وفي كافة قطاعات الدولة. التشريعات الجديدة ديت منها قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، لأن القانون ده بيمكن الدولة وأجهزتها بملاحقة الأموال اللي هي التي تتداولها الجماعة الإرهابية، سواء كان بتحصل على تمويل من الخارج، بحيث يتم مراقبة أموال الجماعة الإرهابية اللي هي جماعة الإخوان المتأسلمين. كما تواجه الدولة الفساد من خلال تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة. تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة احنا تم خلال الفترة القليلة الماضية ميكنة 171 وحدة مرور، ميكنة 150 مكتب نيابة أسرة، ميكنة 239 وحدة نيابة مرور، بالإضافة إلى فصل يعني متلقي الخدمة عن مقدم الخدمة من خلال الشباك الواحد. دلوقتي لما يعني 170 وحدة مرور مميكنة ان المواطن دلوقتي بيستطيع ان يستخرج بطاقة الرقم القومي من خلال التكنولوجيا الحديثة، من خلال المواقع الإلكترونية المتقدمة، يستطيع أن يجدد رخصة سيارته. كل هذا التطوير في الجهاز الإداري للدولة بيحد من الفساد، لأنه بيفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة. وشايفين الدولة بتولي أولوية قصوى لمكافحة الفساد في كافة أروقة الدولة. وشايفين ان مصر دلوقتي تقدمت عالميا في ترتيب الدول التي تناهض، يعني مصر حاليا تقدمت عالميا في ترتيب الدول التي يعني تكافح الفساد وتبذل جهد غير مسبوق في هذا الإطار. وأنا بنتهز هذه الفرصة وبنقدم التحية للفريق للوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية وكل رجال الرقابة الإدارية في مصر الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا من أجل مكافحة والقضاء على الفساد وخلخلة الفساد داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة المصرية.